السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد. وأخيرا برشلونة بطل الليغا بشكل رسمي. هذا أسبوع غير عادي في برشلونة، احتفالات في كل مكان، كاتالونيا وكل عشاق برشلونة في إسبانيا والعالم. برشلونة استعاد مجده الضائع منذ سنوات. نجاح الإدارة والمدرب واللاعبين والجماهير وكل عشاق برشلونة كانوا ينتظرون هذا اليوم على أحر من الجمر، وها قد فعلوها أبناء لاماسيا وعلى يد المدرب الألماني فيليك. مبروك وألف مبروك لجماهير برشلونة. استمتعنا هذا الموسم بكرة برشلونة وتيكي تاكا برشلونة وسيطرة برشلونة وأهداف برشلونة. أين كانت هذه المتعة؟ لم نراها منذ رحيل غوارديولا. نرى هذا الموسم المقبل، وكما نتمنى عودة ريال مدريد إلى مستواه الموسم المقبل لنرى المنافسة الشرسة من زمان لم نراها أيضا. فقط أصدقائي كما العادة، قبل أن نبدأ في التحليل وكيف جاء تتويج فريق برشلونة بلقب الدوري وألقاب أخرى، أتمنى أن تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب فضلا وليس أمرا، ولكم جزيل الشكر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. إذا نبدأ على بركة الله. أسبوع ليس عاديا في برشلونة وجماهيره في أنحاء العالم، خصوصا جماهير برشلونة في الوطن العربي. أخيرا تمكن برشلونة من إحكام قبضته على لقب الليغا، ليتمكن الفريق من الفوز ب3 ألقاب هذا الموسم، وكلها ضد غريمه التقليدي ريال مدريد. البارسا لم يرحم أحدا هذا الموسم في الليغا وكأس الملك، وحتى الريال بكبريائه وتاريخه ونجومه الكبار ومدربه الكبير فعل فيه كل شيء. فاز عليه في 5 مباريات أداء ونتيجة، وأخذ منه 3 ألقاب بشكل مباشر. لا يوجد أفضل سيناريو من أن تنهي به الموسم بأفضل من هذا السيناريو. 1000 مليون تريليون مبروك لجماهير فريق برشلونة. الفريق بدأ الموسم بشكل صعب، بدأ بصعوبة تسجيل بعض اللاعبين، ثم مشاكل إدارية وقلق الجماهير من نجاح المدرب الألماني أم لا، وكذلك الإصابات التي ضربت بعض لاعبيه، وكذلك تعثره في بعض مباريات الليغا، وكذلك فقدانه لصدارة الليغا في وسط الموسم لصالح ريال مدريد بفارق 7 نقاط في بعض الأحيان. وفجأة تغير كل شيء، وكأن الدنيا ضحكت لفريق برشلونة. استيقظ الفريق ولملم جراحه وبدأ يقاتل بجنوده الذين دربهم وجهزهم بنفسه. والجنود هنا هم أبناء مدرسة اللاماسيا: يامين يامال، بيدري، غابي، فيرمين لوبيس، بالدي، هيكتور فورت وجيرارد وغيرهم ومارتن وآخرون. الفريق بأكمله قاتل بشراسة بدون استثناء. لم يخيب ظن الجمهور، حيث راهنت جماهير برشلونة ومتابعي كرة القدم على فوز برشلونة بألقاب هذا الموسم، ولم يخيب ظنهم. المدرب والإدارة واللاعبين لم يضعوا أي أعذار أو حجج وهي لكي يتنصلوا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كما كان يفعل تشافي هرنانديز العام الماضي، أحيانا بالعشب، أحيانا بالإصابات، أحيانا ببناء فريق، وأحيانا بالحكام، وأحيانا بقوة ريال مدريد، وأحيانا بالإدارة التي لا تدعمه، وأحيانا بالشمس والمطر وغيرها من الحجج الضعيفة. خليفته المدرب الألماني فيليك جاء إلى برشلونة من أجل شيء واحد: أولا بناء فريق وخلق انسجام واستعادة السيطرة على غرفة الملابس وتكسير برشلونة لأضلع عدوه اللدود ريال مدريد، وإعادة برشلونة إلى منصات التتويج، وخصوصا التتويج بلقب الليغا. ولكن الرجل وكتيبته حقق أكثر من هذا. ذهب لكي يصطاد غزالا واحدا فاصطاد قطيع من الغزلان. يا رجل، كيف فعلت هذا؟ من يدعمك؟ كيف ذهبت إلى رحلة صيد هذه والجميع كان يظن أنك لن تصطاد شيء، خصوصا مع صيادين مراهقين لم يراهن عليهم أحد من أجل الصمود وسط الجبال والغابات المطرة، وجود وحوش كاسرة مخيفة في وسطها. قلنا لكم منذ البداية أن الرجل جاء إلى البارسا لكي يعيد الانضباط للفريق أولا، والعمل في التدريب مع اللاعبين بشكل جيد وبكفاءة عالية، كما نعرف الكفاءة الألمانية في كل شيء والخبرة التي يتمتع بها. كلنا رأينا هذا العام كيف لعب برشلونة بخطط مختلفة: ابتكار مصيدة التسلل والضغط العالي والاستحواذ والسيطرة على وسط الميدان وخنقه للمنافسين، ليس في الوسط فقط بل في دفاع الخصم. لا أحد من الفرق التي لعبت مع برشلونة استطاع أن يخرج الكرة من منطقته إلا بصعوبة بالغة. المدرب فيليك صنع فريق مرعب هذا الموسم.
هذا الفريق مع بعض تعاقدات الموسم المقبل سوف يأتي على الأخضر واليابس ولن يترك شيئا للفرق الأخرى. إنهم يقدمون أجمل كرة رأيتها في العشر سنوات الأخيرة. لا أحد من فرق الصفوة قدم مثل المباريات والمتعة التي قدمها فريق برشلونة. إنهم يقدمون المتعة بالمجان، يجعلونك تشاهدهم وتصفق لهم رغم أنك مشجع لفريق منافس. لم يرحموا أحد، لو لم يكن فريق آخر غير فريق أنتر ميلان الذي لعب ضدهم في نصف نهائي عصبة الأبطال كنت سأبصم بالعشرة أن فريق برشلونة سوف يلعب النهائي ويحرز اللقب. ولكن كما قلت لكم إنه غدر الطليان ب7 أرواح لا ثقة فيهم. المدرب فيليك تبنى أبناء النادي وعلمهم جيدا أبجديات كرة القدم وخططها وخبثها وتنافسيتها وشراستها وعدم الخوف من المنافس مهما كان حجمه. نعم، لا ننسى فضل تشافي هرنانديز أنه قام بتصعيد أبناء لاماسيا مثل بيدري وغافي ويامين يامال وبالدي وآخرون إلى الفريق الأول، ولكن فيليك علمهم أشياء كثيرة وأخرج منهم أقصى ما يمتلكون من الموهبة الكروية وجعلهم يأكلون العشب في الملعب. لو لعبوا مباراة ضد فريق المجرات لفازوا بها بحصص ثقيلة أيضا. إنهم يعزفون سيمفونية كروية جميلة منسجمة يستمتع بها الجميع. الكرة تبدأ من عند تشيزني إلى كوبارسي إلى بيلدي إلى غابي إلى بيدري في الوسط إلى تمريرة ديونغ. يامين يامال يراوغ لاعب الأول ولاعب الثاني والثالث إما تمريرة للهدف أو تسجيله للهدف. بالله عليكم أخبروني، هل يوجد أجمل من هذه المعزوفة الكروية وكمية التمريرات الجميلة بين أقدام لاعبي برشلونة من حارس مرماهم إلى حارس مرمى الخصم؟ الكرة تتحرك بسلاسة وبشكل سهل، 1 2 3 4 5 والكرة في الشباك بدون زيادة ولا نقصان. نفس اللقطات تعاد في كل المباريات وكأنك تشاهد مباراة واحدة في كل المباريات، نفس الخطة ونفس الأسلوب. هذا يعني أن اللاعبين يطبقون خطة المدرب حرفيا مع اجتهادات في حدود المسموح فقط. الجميع يعرف العقلية الألمانية الانضباطية والصارمة. لو أضفت شيئا غير ما قلت لك سوف تتحمل المسؤولية. لو نظرنا إلى تعاقدات فريق برشلونة هذا الموسم، الفريق عمل 3 تعاقدات فقط. جلب المدرب الألماني فيليك، جلب اللاعب الإسباني داني أولمو من لايبزيغ، وتعاقد مع الحارس تشيزني مؤقتا الذي عاد من الاعتزال لتعويض الحارس الأساسي المصاب تير شتيغن. بهذه 3 فقط برشلونة كسر الدنيا، فاز بجميع الألقاب المحلية ونصف نهائي عصبة الأبطال. غياب تير شتيغن أثر كثيرا على حراسة مرمى برشلونة هذا الموسم، وكذلك كريستنسن وديونغ. بسببهم فقد الفريق الكثير من النقاط. مع احترامي لمن يقول أن تير شتيغن حارس ضعيف، الحارس تير شتيغن من أفضل حراس العالم في المواسم الأخيرة، ولكن ظروف الفريق والإصابات التي لحقت به في المواسم الماضية جعلت مستواه يتراجع. جميعنا رأينا مستوى حارس ريال مدريد كورتوا في الأعوام الماضية، كان أفضل حارس في العالم. هذا الموسم يلومه الجميع على الكثير من الأهداف التي دخلت في شباكه. نحن نتحدث هنا عن فريق بأكمله كمنظومة، عندما يفقد بريقه يتراجع مستوى الجميع من الحارس إلى الهجوم. ولكن عندما يكون الفريق أو أغلب لاعب الفريق في المستوى تشعر أن الفريق كله يقدم أداء جيد، لأن النتائج والأهداف تغطي على الأفراد. أعجبني أسلوب المدرب فيليك مع برشلونة هذا الموسم. الرجل منذ مجيئه لم نسمع منه كلمة لوم لأحد، لا الحكام ولا كلمة لوم للاتحاد الإسباني ولا الإدارة ولا اللاعبين ولا المنافسين. منذ مجيئه كان هادئا، أغلب تصريحاته كانت عقلانية، يحفز اللاعبين ويدعو جماهير برشلونة إلى الثقة بالفريق وتشجيعه في الملعب. إذا كنا يد واحدة سوف نحقق النتائج المرجوة وتأتي الألقاب، وهذا ما فعله المدرب بشكل صحيح. الرجل أوفى بوعده بشكل كامل، 3 ألقاب محلية، فوز في 5 كلاسيكوهات ضد ريال مدريد وأداء ونتيجة، وألقاب ونصف نهائي عصبة الأبطال بعد غياب 10 سنوات على دور نصف نهائي عصبة الأبطال لفريق برشلونة. موسم جد ممتاز. أنت عدت محليا الآن وكسرت القيود أوروبيا. الرجل وضع ثقته في أبناء النادي ولم يخذلوه. الجميع قاتل من أجل الفريق ومن أجل جماهيره ومن أجل مدربه. البارسا استغل تراجع مستوى فريق ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بشكل ممتاز. نتمنى أن يعود هذين الفريقين الموسم المقبل من أجل أن تكون المنافسة أكثر شراسة، أكثر متعة.
العام المقبل. هذه البطولة ليست تتويجا فقط، بل مكافأة لفريق تحلى بالصبر وثقته بخياراته وسعى جاهدا نحو الاستقرار. لم يكن الطريق إلى اللقب مفروشا بالورود. فريق برشلونة شهد تذبذبا في مستواه، مع ذلك حافظ برشلونة على ثبات مستواه وحافظ على مكانته في المشهد وحافظ على الفوز وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات طوال الموسم. لو نظرنا كيف بدأ فيليك موسم 2024-2025 بغموض، عند مجيئه إلى برشلونة واجه اعتراض من بعض أفراد إدارة برشلونة وكذلك من بعض الجماهير بعد رحيل تشافي هرنانديز. لم تكن هناك ثقة في فيليك لأنه مدرب أجنبي وليس لديه تاريخ، بحكم أن الفريق خرج من الموسم بدون ألقاب ومشاكل في الإدارة، وخصوصا إقصائه من عصبة الأبطال من الدور الأول، ثم نزل إلى كأس اليوروبا ليج وخرج منها أيضا ضد أنتراخت فرانكفورت بهزيمة ذهابا وإيابا، وكذلك الفضيحة الشهيرة عندما احتج جماهير الفريق بعدم الرضا عن مستوى الفريق ببيع تذاكرهم لجماهير الفريق الألماني. كل هذا القلق هيأ له بداية متوترة، ولكن العقلية الألمانية ناضجة وتتحدى الصعوبات. دائما يحبون أن يشتغلوا في هذه الظروف المضغوطة المتوترة. هم لا يتوترون ولا يغضبون، يشتغلون بالعقل ومنضبطون جدا كثيرا. ومن يعرف الألمان أو عاشر الألمان أو اشتغل مع الألمان سوف يعرف هذا. ولكن ماذا حدث بعد كل هذا؟ المدرب فيليك رد عليهم في الملعب، أسكت كل الأفواه بنتائجه وأداء الفريق القوي والانسجام والنتائج الكبيرة والألقاب والفوز في الكلاسيك والفوز على فرق الصفوة، الألقاب التي فاز بها هذا الموسم. إذا أردنا أن نخمن من اللاعبين الذين حملوا الفريق، أنا شخصيا سوف أقول المدرب فيليك هو نجم الفريق الأول. نعم، يمين يامال، أولمو، رافينيا، ليفا، بيدري، كوبارسي فعلوا المستحيل، ولكن ماذا لو كان المدرب مدربا آخر غير مدرب فيليك؟ لا أعتقد أن النتيجة ستكون نفسها التي حققها الفريق الآن، لأن نفس العناصر كانوا مع المدرب تشافي هرنانديز ولم يفعلوا شيء. قد يقول بعض جماهير برشلونة لا تنتقص من تشافي لأنه له الفضل في إظهار نجوم النادي وتصعيدهم من مدرسة لاماسيا إلى الفريق الأول. يمين يامال، غافي، بيدري، بالدي، هيكتور فورت وكوبارسي وآخرون. نعم، ولكن تشافي لم يركز على كرة القدم، ركز على الشمس والعشب والمطر والحكام والرابطة وغيرها من أشياء بعيدة كل البعد عن كرة القدم. مهما كان الأمر، هناك نوعين من المدربين: نوع يكتشف المواهب وينقب عليهم سواء من أبناء النادي أو في أندية أخرى ويقدم لهم الدعم ويعطيهم فرصة اللعب في فريق، والنوع الثاني من المدربين يعرف كيف يستغل موهبتهم ويوظفهم في الملعب بشكل صحيح ويخرج أفضل ما فيهم، ويعرف حتى إن كان هذا اللاعب يلعب 90 دقيقة أم يلعب الشوط الأول فقط أم يلعب الشوط الثاني فقط، أم أنه يدخل بديل بعد 60 دقيقة أو بعد 70، وماذا يمكن أن يفعله في الملعب أو لا يفعله، وكيف يساعد الفريق وكيف يستغل ذلك الوقت الذي دخل فيه إلى الملعب بشكل جيد لصالح الفريق. مهنة التدريب بحر كبير، بحر كله إبداع وابتكار. من قال أنه مجرد شخص كان يلعب كرة القدم ثم اعتزل ثم اتجه إلى دراسة التدريب ثم أصبح مدرب الفريق ما بهذه السهولة فليراجع ما قاله المدرب الإيطالي كابيلو في تصريح شهير عندما قال: كيف تصنع خطة للاعبين يقدمون أفضل أشياء مما كنا نقدمه نحن في جيلنا. يعني كل جيل من اللاعبين يحتاجون إلى مدرب من جيلهم أو من جيل قريب منهم. الكثير من المدربين القدامى اعتزلوا كرة القدم، اعتزلوا التدريب لأن دورهم وخططهم انتهت هنا، أصبحت بالية أكل عليها الدهر وشرب، لا وجود للإبداع. كرة القدم تتطور كل عام. تلك الطريقة الكلاسيكية القديمة دفاع وسط هجوم انتهى. الآن هناك خطط عبقرية كل يوم نراها في الملعب وفي المباريات. انظر إلى ما فعله زيدان، انظر ما فعله غوارديولا وأرتيتا وفيليك وديزيربي ويورغن كلوب وتشابي ألونسو وغيرهم. وهناك مدربون قادمون في الموسم المقبل، سوف نرى سوف نرى كثير من المدربين وكثير من الإبداعات في الموسم القادم. هذه هي متعة كرة القدم. المنافسة تزداد كل عام والسقف يعلو كل عام والابتكار والإبداع في خطط جديدة كل عام.
بشكل جيد، حيث كان ينتقل باستمرار إلى خطة 4-3-3 أو حتى 2-5-3 أو 4-4-2 حسب المباراة. كان المبدأ الأساسي هو الضغط المضاد المنظم والقوي في وسط الملعب ومنطقة الخصم بهدف استعادة الكرة بسرعة في منطقة متقدمة من الملعب. كان المدرب فيليك يطلب من الفريق دفع خط دفاعه إلى الأمام مستغلا مصيدة التسلل بقوة. في جوهره أراد فيليك من برشلونة خلق تفوق عددي في نصف ملعب الخصم لزيادة فرص التسجيل، ونجح في هذا بشكل ممتاز. الأمر اللافت للنظر أيضا هو أن فيليك وضع منذ البداية ثقة كبيرة في الشباب أبناء النادي، وخاصة جوهرة فريقه لامين يامال. رغم صغر سن اللاعب يبلغ من العمر 17 عاما هذا الموسم، إلا أن فيليك بنى جزءا كبيرا من نظامه حول يمين يامال، مستغلا موهبة الشباب إلى أقصى إمكانياتهم الفردية والجماعية لخدمة خططه هذا الموسم. ومن اللافت النظر أنه أعاد إحياء رافينيا، اللاعب الذي كان في طريقه للرحيل هذا الموسم بسبب تذبذب مستواه وتراجعه الموسم الماضي، حيث وضع معه يمين يامال على الطرف الثاني. فيليك يؤمن بإمكانية اللاعبين واستعداده لإعادة تشكيل الفريق بناء على الموهبة المتاحة. لا يعتمد النهج التكتيكي لبرشلونة تحت قيادة المدرب فيليك على تشكيلة الواحدة، بل هو يقوم بتنفيذ خطط نظام مرن بتكييف مع كل خصم. يبدأ غالبا بتشكيلة 4-3-1 3-2، لكنه يمكن أن يتحول إلى 4-3-3 أو 4-4-2 حسب تطورات المباراة. يبقى المبدأ الأساسي هو سرعة حركة الكرة ودقة وتمركز اللاعبين، وكذلك الاعتماد على السرعة والكرات القصيرة بين اللاعبين ولدغ الخصم. من نقاط قوتهم التوازن بين البناء البطيء للهجمات والقدرة على الانتقال السريع عند الحاجة، حيث يتجنبون الكرة الطويلة العشوائية ويستخدمون التبديلات الذكية. مثلا قد يطلب المدرب من مارتينيز تمرير الكرة إلى مين يامال أو رافينيا لكسر الضغط. تكمن قوة النظام في التحكم في المساحات، حيث يعمل بيدري كحلقة وصل بين الدفاع والهجوم، ويامال يبدأ على الجناح ثم يدخل إلى العمق أكثر ويستغل مهارته الفردية ودقته في التمرير وجلب لاعبين أو 3 من فريق الخصم إليه، مما يسهل تبديل المواقع وزعزعة دفاع المنافسين لفتح المجال أمام زملائه لينفردوا بالحارس ويسجلون الأهداف. هؤلاء اللاعبين ليسوا مجرد لاعبين عاديين يلعبون بهذه الشراسة لأنهم أبناء النادي، بل هم نجوم تم صنعهم تحت الضغط. عندما قرر برشلونة تغيير جلده بالكامل وإعادة بناء الفريق، وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها أنه تم تصعيدهم إلى الفريق الأول، ووجدوا أنفسهم أساسيا أيضا، ويجب أن يقدموا المستوى المطلوب وتعويضهم للاعبين الذين غادروا وينقذون سمعة فريق برشلونة ويفوزون بالألقاب ويتوحون بالمنافسين محليا وقاريا مثلا ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد وبيلباو وريال سوسيدا وغيرهم، وفعلوا كل هذا وزيادة. لم يكن فوز برشلونة الأخير بالدوري بسبب أداء أفراد فقط، بل نتيجة تعاون جماعي بين عدد من اللاعبين الأساسيين الذين أدوا بشكل مؤثر طوال الموسم. هؤلاء اللاعبين ليسوا نجوم عاديين، بل تألقوا تحت الضغط وأصبحوا أساسيين في اللحظات الحاسمة. لامين يامال في 17 من عمره ليس مجرد موهبة مستقبلية فقط، بل نجم حالي في انتظار أن يفوز بالكرة الذهبية في الموسم المقبل أو الموسم الذي بعده. رغم الحديث عن صعوبة تسجيله في النادي لأنه ما زال مراهق، أظهر يمين يامال تأثيره الكبير في المباريات، مسجلا وصانعا للفرص رغم أن أرقامه الهجومية قد تبدو متواضعة. بيدري هو لاعب وسط هادئ، ونتيجة أدائه الثابت لا يظهر اسمه دائما في الإحصائيات، لكنه ينظم اللعب باستمرار من خلال تمريرته. إنه قائد في الملعب الذي يضمن لبرشلونة اللعب بفعالية وجمالية عالية. مارتينيز كان له تأثير كبير خاصة في الدفاع، رغم تعرضه للإصابة المتكررة ظل ركيزة دفاعية وأسهمت تدخلاته الحاسمة في تحديد نتائج المباريات. قلق الفريق كان واضحا عند غيابه، لكنه كان يعود بسرعة ليعزز أداء الفريق. أما فيران لوبيس وليفاندوفسكي فقد ساهموا في تسجيل الأهداف وصناعتها، حيث سجل لوبيس أهدافا حاسمة، وكان ليفاندوفسكي هداف الدوري حتى تعرضه للإصابة برصيد 25 هدف، ليخسر المركز الأول لصالح لاعب ريال مدريد كيليان مبابي في انتظار الحسم في المباراتين المتبقيتين. استعاد رافينيا مستواه وتألقه مقدما موسما مميزا برفقة برشلونة، حيث برزت أهدافه وتمريراته المهمة.
في النهاية جاء نجاح برشلونة نتيجة لتعاون اللاعبين الذين زادوا من مستواهم عندما كان يجب أن يفعلوا ذلك، خصوصا في العشر مباريات الأخيرة، لأنها كلها كانت ضد فرق كبيرة محليا وقاريا. إلا أن قوة الفريق تكمن في وحدته واللعب الجماعي كفريق وكمنظومة. تحمل رافينيا عبئا كبيرا في الفترات الصعبة، ساعيا لتحقيق التوازن والحفاظ على صمود الفريق. غالبا ما تسلط الصحافة والمعلقين الضوء على تأثير غيابه، حيث يتفق الجميع على أهمية وجوده في التشكيلة أو على بنك البدلاء. ثم هناك فيران توريس الذي استعاد مستواه في اللحظات الحاسمة وسجل أهداف حاسمة ضد منافسيه، محولا التعادلات إلى انتصارات. يعتبر تسجيله ضد منافسين من الأربعة الأوائل نقطة تحول في مستواه وفي مستوى الفريق وفوزه بالألقاب الأخيرة. حتى مع غياب تير شتيغن وإصابات أخرى لم يتراجع أداء الفريق، وعندما لعب كان أداؤه استثنائيا، عاد لحراسة مرمى برشلونة بنفس المستوى وأنقذ الفريق من أهداف محققة مع تركيز شبه كامل في المباراة. كما أن المدافع كوبارسي يلعب دورا حاسما كمدافع جيد، يخلق توازن في خط الدفاع رغم صغر سنه، ممررا الكرة لخلق فرص اللاعبين مثل كوندي وبالدي وليفا ويمين يامال. تشعر كأن الرجل له خبرة 10 سنوات في مركز قلب الدفاع. إنه مستقبل دفاع إسبانيا. كما قلنا، فوز برشلونة باللقب ليس فوز بالحظ أو قليل من المجهود من اللاعبين وقليل من خطط المدرب وتراجع مستوى المنافسين، هذا مجرد وهم. الفوز بالألقاب الأخيرة يؤكد أن الفريق وهو قادم ليحصد الأخضر واليابس في ال5 سنوات القادمة. سوف نرى الكثير من الألقاب والجوائز الفردية في برشلونة في السنوات القادمة. لم يكن الأمر يتعلق بالفوز باللقب فحسب، بل بكيفية الفوز بهذا اللقب. أظهر برشلونة عودة إلى أسلوبه المعهود، كرة قدم سريعة، ضغط قوي، وعودة تيكي-تاكا بطريقة عصرية مع فيليك، مع حركة جماعية وتناغم وضغط مستمر على الخصوم. دائما ما كانت التمريرات المعقدة تبدأ بشكل تدريجي من خط الوسط، مما يجسد رؤية اللاعب بيدري الاستثنائية للملعب وتمركز زملائه. بيدري كان يمسح الملعب بتمريراته الدقيقة. أظهر ديونغ توازن رائع في وسط الملعب، وكذلك فيران توريس الذي قدم أفضل مستوى له منذ أن رأيته في برشلونة. لقب الدوري والألقاب الأخرى هذا الموسم كانت كلها مستحقة لفريق برشلونة، لا من ناحية الأهداف الغزيرة التي سجلها الفريق أو الانضباط وطريقة اللعب وكيفية الفوز في المباريات. الفوز بهذه الألقاب يعكس أن الكرة الجميلة لا زالت حية في برشلونة، ولديهم المزيد لتقديمه في المواسم المقبلة. برشلونة لم يكن نجاحه الأخير مجرد حظ، بل هذا جاء بسبب العمل الذي قامت به الإدارة والمدرب واللاعبين وتشجيع الجماهير الوفية للفريق. الهيمنة في المواجهات المباشرة ضد الغريم ريال مدريد، وهجوم قوي وشخصية مرنة. تغلبوا على ريال مدريد في مباراة الذهاب 4-0 في البرنابيو، والأياب بنتيجة 4-3، وأيضا على أتلتيكو مدريد بعد خسارتهم في الذهاب ضد خصوم مثل بيتيس. أظهر برشلونة قوته بنتائج جيدة أمام فرق مثل سيبيا وريال سوسيداد وفياريال. يمتلك برشلونة هجوما فعالا خارقا، حيث سجلوا أكثر من 4 أهداف في عدة مباريات. الأهداف تأتي من مختلف اللاعبين وليس فقط من نجم واحد مثل ليفاندوفسكي، رافينيا، ولا من يامال وبابلو توري وفيران توريس وفيرمان لوبيس، وكلهم شاركوا أيضا في التسجيل. لا يعتمد الفريق على نجم واحد، بل يعمل كمنظومة كمجموعة واحدة. برشلونة يتمتع بصبر كبير، حيث يعودون بعد التعثرات. عادوا في المباراة بعد التأخر أمام ريال مدريد وأنتر ميلان وألافيس وفالنسيا وسيلتا فيغو وليغانيس والكثير من المباريات، محققين فوزا مستحقا في المباراة. هذه القدرة على التحول من الهزائم إلى فوز في المباريات تظهر الشخصية المرعبة لهذا الفريق المميز وقوة عزيمتهم في الفوز بالمباريات والألقاب. الاستقرار في النادي هو من يجعل الفريق يحرز الألقاب، ليس فقط جودة اللاعبين بل أيضا المدرب الجيد والإدارة الجيدة والدعم الجماهيري. عندما يبدأ الفريق بلوم نفسه في عدم تحقيق النتائج المرجوة بدل من لوم المنافسين مثل الطقس وغيرها من الأوام. برشلونة نموذجا للفريق الناجح هذا الموسم رغم الإصابات والغيابات، وكذلك غياب حارسه الأساسي تير شتيغن، لكنه مدربهم فيليك لعب كرة هجومية واقعية. استغل جميع الأوراق التي يمتلكها كما يجب، لم يرتكب الكثير من الأخطاء، لم يدخل في مشاحنات مع الصحافة ولا التهجم على أحد، احترم خصومه كلهم. نحن رأينا تصريحاته المهنية قبل وبعد المباريات. رجل جاء مغمورا إلى برشلونة وأصبح بطل هناك بفضل ذكائه ودهائه، لأنه جاء وله اليقين أن برشلونة فريق كبير يمكنه أن يعود ويحقق الألقاب.
لسان حاله يقول أنا جئت إلى برشلونة، أحد أعظم الفرق في العالم. لم آتي لكي أدرب إسبانيول أو خطافي أو ساسونا أو وغيرهم لكي أخاف من المغامرة أو النزول إلى الدرجة الثانية. إنه برشلونة لديه عشرات الألقاب محليا وقاريا، والفريق الذي يزود المنتخب الإسباني بأكثر من 60% من اللاعبين. لماذا سأخاف من تدريب هناك؟ إذن مبروك وألف تريليون مبروك لجماهير فريق برشلونة، وهارد لك لجماهير المنافسين. نحن مشجعي كرة القدم تهمنا متعة الكرة جميعا. من مصلحة الكرة الإسبانية والأوروبية أن يكون برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأنتر ميلان واليوفي والميلان وأرسنال ومان سيتي وليفربول ومان يونايتد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وغيرهم أن يكونوا في مستواهم، لكي تزداد المتعة الكروية وارتفاع المشاهدة بين الجماهير في العالم. إذن أصدقائي، شكرا على متابعتكم للفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع زر الإعجاب والتعليق من أجل أن نرتقي بالقناة إلى مستوى أفضل. شكرا لكم مرة أخرى، أستودعكم الله إلى الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.